جربيهم بهاد الطريقة كيجيو زوينين بزاف بزاف بطريقة لي ساهلة وشوية لي بسيطة، فما عليك غير تجربيها وضروري ما تخطاناش في الطبيلة ديال الفطور. بسم الله البنات على بركة الله. انا غادي كيما شفتوا معايا غادي نعجن معكم العجينة ديال البيتزا. هنا غادي نضيف زلافة ديال الدقيق، زلافة ونص ديال الدقيق الابيض، وغادي نضيف عليهم واحد شوية ديال السميدة بحال هكا، غير شوية وصافي. غادي نضيف شوية الزعتر، نحكو شوية كبيدية، معلقة ديال السكر، معلقة ما تكونش عامرة ديال خميرة الخبز، ما تكونش عامرة بزاف، غير شوية وصافي. وغادي نضيف شوية الملحة صافي. ها نتوما غادي نخلطو هادو الاول، عاد نضيف الزيت. بسم الله. هنا غادي نضيف الزيت غير هكا، غير شويه وصافي. اللي كيبغي يدير زيت نباتي ديرو، اللي ما كيبغيش يدير زيت الزيتون او زيت البلديه. صافي غير شويه وصافي. ونجمعوا العجين ديالنا بالماء العادي. هنايا البنات كيما شفتوا معايا كيما قلت لكم انا عجنت غير بالماء العادي، يعني كيكون بارد ماشي ضروري يكون سخون. صافي المهم العجينه خاصها ضروري تكون يعني شويه ما تكونش قاصحه، يعني هكا العجينه بزاف، يعني شويه مرخوفه باش كتجينا هكا القوام ديال العجين زوين. صافي كيما شفتوا معايا غادي نجمعها ودلكتها واحد شويه هكا بيديا، ومن بعد غادي نخليها باش تختمر. المهم ها نتوما لاحظوا معايا انا كندلكها غير هكا، غير واحد شويه وصافي بيديا. صافي المهم غادي نخليها تختمر مره اخرى وعاد غادي نرجع معكم. هنا انا البنات جاتني عجينه شويه صغيره، زدت واحد الكميه ديال الطحين وزدت عجنتها وخلطتها معاها بعدا. صافي المهم غادي نغطي عليها. المهم هنايا كيما شفتوا معايا درت الصوص ديال البيتزا. هنا خديت مطيشه قطعتها عاد البنات، درتها في واحد الكاسرون، درت فيها شويه ديال الماء وسلقتها في داك الماء، ومن بعد ما كطيب داك المطيشه كنطحنها بها بداك الماء اللي كطيب. صافي المهم كنصفيها بداك الزريعه وداك القشر ديالها، وكان ها نتوما كيما شفتوا معايا درت واحد تقريبا واحد 2 معالق ديال مطيشه الحك ولا مطيشه المركزه. كنضيف شويه الزعتر، شويه الملحه وشويه ديال القزبر بودر. صافي وكنخلطوه مزيان، كنخليها حتى كتعقد، كنخليها طيب. المهم كنخليها حتى كتعقد وصافي طفيت عليها وخليتها تبرد. هنا دزت العجينه كيما شفتوا معايا خليت اختمرت. المهم قسمتها ودرت يعني كندير غير هكا العجينه صغيره. المهم كندوز كنطلق العجينه فوق سطح العمل، وضروري انكم تطلقوا العجينه وتسرحوها بالسميده باش هكا كتجي العجينه زوينه مقرمشه وزوينه. هنا المهم كيما شفتوا معايا ضروري كنستعنوا بالسميده هكا باش العجينه ما تبقاش كتسخلين. صافي المهم كنسرحها واحد السمكه كتكون رقيقه، حيت ملي غادي ندخلها للفران غادي تنفخ، فضروري انني نرقها شويه مزيان. المهم كيما شفتوا معايا من بعد ما طلقت العجينه تقبتها هكا بهذه البنات خاصه بيتزا، اللي ما عندهاش تقب هكا بالفرشيطه. صافي المهم كنقطعهم هكا في مرشم دائري. صافي كنديرهم هكا في الصينيه. وشوفوا البنات الصوص كيفاش كيجي عاقد زوين البنات، ما فيه لا طريه لا حتى حاجه، كيجي بحال ديال برا اللي كان يجي بحال هذاك اللي كنشريو هكا في داك المعلب، كيجي بحال هكاك زوين البنات هاد الطريقه. المهم كيما شفتوا معايا خليته حتى برد عاد كنديرو هكا مباشره في بيتزا.
تقدروا ديروا كمية كبيرة تحتفظوا بها هكا في الثلاجة، وقت ما ديروا هكا البيتزا تستعملوه راه كيجي هكا زوين، غير هو ديروه غير في الثلاجة باش ما يطيبش ليكم. المهم صافي ها نتوما كندير أنا واحد الكمية هكا فوق العجين، عجينة كتكون خضرا ما كتكونش طايبة. تقدروا اللي ما عندهاش يعني اللي بغات هاد العجين تحتفظ بهم هكا في الثلاجة، ديروهم هكا نص طايبة في الفران وصافي ودزوهم هكا في الثلاجة. المهم كيما شفتوا معايا من بعد ما درت داك لاصوص وزعته هكا، وغادي ندير هنايا البنات الطون. الطون المهم الحشوة كتبقى اختياري، تقدروا ديروا هكا شرايح ديال الدجاج ولا اللي كتفضلوا نتوما البنات. انا درت الطون، كان عندي في الدار ودرت الطون حتى الطون كيجي هكا زوين. المهم صافي ها نتوما كندير واحد الكمية ديال الطون كنوزعو هكا بواحد الفرشيطة. المهم الحشوة كتبقى دائما اختياري. وكنتمنى منكم إن شاء الله تشجعونا وتشجعوا هاد القناة، راه واعرة البنات مشاهدة طايحة بزاف بزاف. كنتمنى أنكم تفاعلوا معنا، راه كندير واحد المجهود اللي كبير بزاف لا في التصويت لا في المونتاج. كنتمنى أنكم تفرحونا وتشجعونا هكا في المشاهدات باش حتى حنا نتحمسوا باش هكا نبقاو نصوروا معاكم، ماشي باش نبقاو نغبروا عليكم، لا بالعكس الا بقيتو انكم تشجعونا تكون هكا المشاهدات ويكون غادي ما نبقاش نغبر عليكم ديما، نبقى ديما ان شاء الله نصور معاكم، حيت بالعكس كنبقى نتشجع كنتحمس كنقول كاين ناس كيستناو الجديد ديالي. اما بالنسبه ما كنلقاش المشاهدات هكا وكنلقى الفيديوهات ناقصين بزاف المشاهدات صافي ما كنبقاش محمسه، يعني كنقول لا راه ما كاينش مشاهدات، يعني غير كنبقى كنضيع وقتي وصافي. كنتمنى انكم تشجعونا بارطاجيو القناه ديالي على حبابكم باش هكا تكبر العائله ان شاء الله. المهم كيما شفتوا معايا البنات بالنسبه للبيتزا درت هكا شويه الزيتون هكا غير شي حبات هكا الزيتون، ورشت عليهم هكا الفرماج هكا من الفوق، يعني درت هكا الفرماج من الفوق وكندير هكا حبه ديال الزيتون هكا في الوسط وكنرشهم هكا شويه الزعتر صافي. المهم هانتوما غادي ندخل البيتزا ديالي الفران. بالنسبه للفران ضروري يكون سخون مزيان البنات باش كيطيبوا ما باش في الساعه كيطيبوا وما كتبقاش العجينه ديال البيتزا كتنفخ بزاف في الساعه، يعني كطيب ما كتبقاش منفوخه بزاف. المهم ها نتوما البنات من بعد ما خرجتهم هكا من الفران ثم الشكل ديال البيتزا، نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوا الوصفات. طبيعة الحال كتعرفوا البيتزا طيبوا هكا بيتزا تقدروا ديروا هكا وحده عائليه، ديروا بيتزا هكا عائليه كبيره وتقدروا ديروا بحال هادو. المهم هانتوما القوام ديال العجين كيفاش كيجيو الصراحه زوينين هشيشه بزاف. نتمنى انكم ما تبخلوش علينا باللايكاتكم وتشجيعاتكم، وشكرا لكم بزاف. السلام عليكم، موعدنا في فيديو جاي ان شاء الله.